ازاي الكرياتين بيشتغل باختصار؟ اول حاجه لازم نكون عارفينها ان في حاجه اسمها الاي تي بي اللي هو ادينوسين ترايفوسفات. ده عمله الطاقه في الجسم. يعني زي مثلا على سبيل المثال انا عايز اشتري حاجه من السوبر ماركت مثلا، فانا مثلا بدفع له فلوس عشان يديني الحاجه دي. نفس الفكره في الجسم، الاي تي بي ده اللي مثلا اكنك بتروح للعضلات تديها شويه اي تي بي عشان تعمل كونتراكشن كده. طب ازاي الجسم بينتج الاي تي بي؟ الاي تي بي بينتج عن طريق 3 طرق. اول طريقه هو الفوسفوكرياتين سيستم. ده بيشتغل لما انت تكون عايز تعمل جهد اقل مثلا من 10 ثواني، زي مثلا التمارين بتاعتنا اللي هو مثلا ان انت تتمرن 8 عدات 10 عدات، الحاجات اللي زي كده اللي هو من الاخر في تمارين الاسترنس الشديده. تاني طريق هو الانيروبيك جلايكوليسيس. ده عن طريق ان انت بتكسر الجلوكوز ولكن مفيش اكسجين. ده بيشتغل على طول بعد الفوسفوكرياتين سيستم، وده مثلا بيمتد مثلا لمده 10 دقائق او كده، زي مثلا لو انت طالع تجري مثلا جري عالي شويه. تالت طريق هو الايروبيك جلايكوليسيس، وده تكسير الجلوكوز في حاله وجود الاكسجين، وبرده ممكن يكسر بروتينز او ممكن برده تكسر فاتس في حاله وجود الاكسجين برده، ولكن بيكون الاكتر للجلوكوز. وده بيشتغل على طول بعد الانيروبيك جلايكوليسيس بعد مثلا 10 دقائق وانت طالع. يعني مثلا في تمارين الانديورنس عامه، لو انت مثلا بتجري ماراثون مسافات طويله، الناس اللي تتمشى او كده، غالبا السيستم ده اللي بيشتغل. فلما انت بتاخد كرياتين ده بيزود الفوسفوكرياتين سيستم، فبالتالي بيزود قوتك في التمارين اللي هي بتاعتنا في البادي بيلدينج دي، اللي هو مثلا ايه تحت ال10 عدات وال12 عده وهكذا. وطبعا اللي بيستفيد من الموضوع ده اكتر الجماعه باور ليفترز. طبعا مثلا في العدات اللي زي مثلا 5 عدات 4 عدات، الحاجات اللي زي كده تقريبا بيشتغل فيها الفوسفوكرياتين سيستم بنسبه 90% 99%، حاجات زي كده.